الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. النهاردة هنعمل مع بعض الكيكة بالبلح الرطب. طبعا جميلة جدا جدا، وكمان معها السكر المكرمل. هتبقى سهلة جدا علينا كلنا وهتبقى جميلة. طبعا ده موسم البلح، فطبعا احنا نستغل الموسم ده بان احنا نعمل بيه كذا صنف. النهاردة هنعمل مع بعض الكيكة بالطريقة السهلة الجميلة دي. بس كملي معايا الفيديو للنهاية. اول حاجة انا معايا كيلو الا ربع من البلح الرطب. طبعا لازم نغسله كويس جدا جدا في البداية. وبعد كده هنجيب البلحة بتاعتنا نقشرها، نقشر القشر اللي بره، وكمان بنشيل البذرة اللي موجودة من جوه او النوى اللي موجودة جوه البلحة. هنخلص الكمية بتاعتنا كلها. انا كده خلصت الكمية بتاعتنا كلها، قطعتها نصين، كل واحدة زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا الشكل بتاعه على كده جميل جدا جدا، كله قيمة غذائية، مفيد جدا. هنجيب معانا صينية ألمونيا، وهننزل عليها بمعلقتين من السمنة البلدي أو الزبدة المتوفر عند حضراتكم، الاتنين هيبقوا أجمل من بعض. بعد كده هنجيب 4 معالق كبيرة من السكر الحبيبات، وننزل بيهم على الصينية على طول بالشكل ده. مش هنكرملهم أبدا لأن هو هيدخل الفرن وهيكرمل وهيبقى حلو جدا. ما تقلقيش، امشي معايا بالخطوات وان شاء الله هتطلع معاكي زي ما هتشوفيها. هنجيب معانا البلح بعد ما قطعناه ونضفناه، هنلفه داير في الصينية زي ما حضراتكم شايفين. لو حضراتكم حابين تصغروا مقاس الصينية مفيش مشكلة، هتاخد معانا نص كيلو. وكمان هنكمل باقي الطريقة زي ما انتوا شايفين. انا رصيتها بالشكل الجميل ده، وهنركن طبعا على جنب ونقوم الخطوة التانية ان احنا نعمل الخليط السائل. معنا حبيتين بس من البيض بدرجة حرارة الغرفة، عليهم ربع معلقة من الفانيليا السايلة، لو في فانيليا عادية مفيش مشكلة، نص كوباية من السكر الحبيبات، نص كوباية من الزيت. بعد كده معانا نص كوباية من الحليب. معايا ليمونة، والليمونة دي مفيدة جدا، هي بتشيل ريحة الزفارة وكمان بتخلي المسام بتاعة الكيك متفتحة وجميلة جدا. هنضرب كل الخليط السائل ده مع بعض في الخلاط. ممكن تضربيه بايديكي مفيش مشكلة، بس هياخد معاكي وقت. بعد كده هنجيب بولة ونحط فيها كوباية ونص من الدقيق الأبيض، بعدد الاستخدامات بالكوب المعياري. بعد كده معانا معلقة من البيكنج باودر، عليهم معلقة من الخل الأبيض، وكمان معانا ربع معلقة من بيكربونات الصوديوم. هنضرب مع بعض المكونات الجافة كويس جدا. وبعد كده بنجيب الخليط السائل بتاعنا وننزل بيه على المواد الجافة ونقلبها كويس جدا بشكل دائري زي ما حضراتكم شايفين. ما ناخدش وقت طويل جدا في الضرب بتاعها، لان ممكن بيكون سبب من اسباب ان الكيكه بتهبط بعد كده مننا. احنا هنلفهم بالشكل اللي انتوا شايفينهم، بنخلطهم مع بعض بالمضرب اللي هو السلك العادي بحركه دائريه، وده القوام المطلوب. ولا يبقى تخين ولا يبقى تقيل، القوام ده حلو جدا جدا. مشي معايا بنفس الخطوات وهتطلع معاكي زي الفل. بعد كده هنجيب الخليط بتاعنا اللي هو السائل وهننزل بيه على البلح على طول بالشكل ده. هنقلبه معاه، هنوسع عليه كده ونمشي الصينية دائر زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنشوف الشكل بتاعها هيبقى ايه لما تدخل الفرن. نديها خبطتين كده علشان الهواء اللي موجود فيها يطلع، وكمان شكلها يبقى متساوي وجميل. هنسخن الفرن قبل ما نبدأ نحط الصينية ب10 دقايق. بعد كده هندخل الصينية جوه الفرن زي ما حضراتكم شايفين ابتدت تعلى. ما نشغلش الشواية ابدا على الكيك لحد ما لونها يحمر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، وما نفتحش كمان عليها الفرن الا بعدها ب10 دقايق التانية عشان ما تهبطش. انا كده طلعتها من الفرن بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هنبتدي نوسع عليها بين الكيك وبين الصينية، ممكن تكون لازقة مننا البلح او اي حاجة، فلازم نوسع عليها في البداية عشان شكلها يبقى جميل ومتناسق. هنرفع الصينية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، الشكل بتاعها حلو جدا 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 وجميل، والريحة بتاعتها حلوة. طبعا الطعم بتاعها زي ما حضراتكم شايفين، السكينة نازلة عليها من كتر الطراوة بتاعتها حلوة، والملمس بتاعها جميل، وطعمها وريحتها اللهم بارك. طبعا اتمنى ان انتوا تجربوها لانها طريقة سهلة جدا وكمان مفيدة. والبلح زي ما انتوا عارفين كله قيمة غذائية، وبيعالج كويس جدا جدا من الانيميا، حلو جدا لان كله حديد طبعا، بيفيدنا جدا جدا جدا. زي ما انتوا شايفين اللون بتاعها حلو قوي، والكيك من جوه كمان اللون بتاعها حلو لان انا حطيت لها الزيت، فالزيت بيدي اللون ده مع الكيك. لونها جميل جدا وطعمها حلو.
والطريقه بتاعتها ما اخدتش معانا وقت ولا مجهود. اتمنى ان انتوا تجربوها، وما تنسوناش بالتعليقات الجميله. ما تنسوش تعملوا لي اللايك والشير واشتراك للقناه وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.